وهل التصوير والرسم حرام؟ وهل كل التصوير يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين؟ تعال الخص لك الحوار كله باختصار شديد. هعرفك ايه الفرق بين التصوير الحرام والتصوير اللي مش حرام، والرسم في منه حرام وفي منه مش حرام. اول حاجه تعال نخش في التصوير. لازم تعرف حاجتين عن التصوير، ان في تصوير اسمه تصوير النحت وفي تصوير اسمه تصوير فوتوغرافر. اول حاجه في التصوير النحت ان هو حرام باجماع الائمه بحالهم، لانك بتتفنن في صنع حاجه مشابهه لخلقه ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيجي يوم القيامه ويقول لك انفخ فيه، وطبعا كلنا عارفين انك مش هتقدر تنفخ فيه، فده حرام باجماع الائمه بحالهم. تاني حاجه وهو التصوير الفوتوغرافر. لازم تعرف حاجتين عن التصوير الفوتوغرافر، ان في اول حاجه تصوير الفوتوغرافر انك انت لو بتصور صوره للذكرى وانك هتسيبها على تليفونك فده حلال ما فيهاش اي حاجه. اما لو بتصور صوره بغرض انك تعملها برواز او تحطها على الحيطه فده العلماء اختلفوا على رايين، راي شاف ان هو حرام وراي شاف ان هو مكروه. فبلاش تعمل برواز وتحطه على الحيطه خالص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الملائكه بيت فيه كلب او صوره. تاني حاجه بقى وهو الرسم. هل في الرسم في حرام وفي حلال؟ تعال افهمك الحوار باختصار شديد. اول حاجه لازم تعرفها ان الرسم الكائنات الحيه زيه زي النحت بالظبط، ان انت بتتفنن في صنع حاجه مشابهه لخلقه ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن ترسم انسان مناخيره كبيره او عينه كبيره او اي حاجه مشابهه لخلقه ربنا، وكده انت هتبقى غيرت في خلقه ربنا سبحانه وتعالى، وده حرام باجماع الائمه بحالهم. فحرام ترسم اي انسان او اي صوره لانسان، لان كده هتخش في الرسم الحرام. تاني حاجه هو الرسم الحلال، ان انت ترسم مناظر طبيعيه او شجر او بحر او جبال او اي حاجه فيها مناظر طبيعيه، دي حلال ما فيهاش اي حاجه، عادي انك انت ترسمها. بس كده اتمنى تكون فدتكم، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.